في أي عمر اكتشفت أنه إذا وضعت 170 غراما من التونة في وعاء ثم أضفت بيضتين وخلطت جيدا حتى تتجانس المكونات ستحصل على خلطة مثالية لوصفة لذيذة وسهلة؟ بعدها أضف بصلة مفرومة وطماطم مقطعة إلى مكعبات لتعزيز النكهة، ثم أضف 100 غراما من جبن الموتزاريلا المبشور مع البقدونس وملعقتين كبيرتين من دقيق القمح، وامزج كل شيء جيدا حتى يصبح لديك قوام متماسك ومتجانس. وبعد ذلك أضف ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البابريكا وملعقة صغيرة من الثوم المقلي، وحرك جيدا حتى تمتزج التوابل تماما. وفي مقلاة على نار متوسطة ضع قليلا من زيت الزيتون ووزعه بفرشاة، ثم اسكب الخليط وافرده بالملعقة للحصول على طبقة مستوية، وغطي المقلاة واتركها تطهو لمدة 10 دقائق حتى تتماسك. وبعد ذلك اقلب الوصفة على طبق وأعدها إلى المقلاة لتحمير الجانب الآخر لمدة 5 دقائق حتى تحصل على لون ذهبي شهي، وعند إخراجها ستلاحظ الرائحة المذهلة والشكل الجميل. ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الوجبة جزءا من روتيني، وكلما أعددتها في المنزل تنال إعجاب الجميع.